صوم مبارك للجميع. مرحبا شباب وصبايا، ليطلع معكم أطيب شوربة عدس. احضروا الفيديو للآخر. عندي هون تقريبا 3/4 كاسة شرب زيت زيتون. بزدفه بنزل عليهم بصل. عندي بصلتين مقطعهم هيك مربعات أو تقطيع عشوائي ما بيأثر. بصلتين صغار هيك يعني بصلة وسط، بس هيك بلشوا يعني يحمى الزيت عليهم. عندي هون قرص بطاطا صغير وجزرة كمان تقطيع عشوائي قطعوهم. نحركهم بنقليهم شوي. هلا معلقة توم مهروس. الخضرة ما لازم تاخد لون، عندي بالاخص البصل ما لازم يتقلوا. هلا بنقلي هالتوم بس طلعت عندي ريحته. بدي انزل في العدس. عندي هون نص كيلو عدس مغسول ومنقوع. بعطيهم معلقة كمون، نص معلقة كركم، معلقة ملح، مرق مكعبات خضار 2. الصايمين بيكون محطوط علي علامة فيجان. علامة فيجان ايش يعني؟ يعني خالية من المنتجات الحيوانية. هلا بدنا نحمصهم كلياتهم مع بعضهم. نضل عم نقلب فيهم شغلة 10 دقايق على نار ضعيفة او نار وسط خلينا اقول. واللي ما هو صايم بيقدر بيحط مرق مكعبات دجاج كمان تطلع لذيذة جدا جدا. هلا بنزل لها مي مغلية. غمرت العدس عندي شغلة 3 أصابع فوق العدس، وبضل عندي على جنب مي مغلية لأني بدي يضل يغب مي وبدنا نزود له مي. هلا بنشوف كم مرة بدنا نزود له مي لناخد السماكة المطلوبة. بنغطي عليها على نار ضعيفة خليها تغلي على مهلها. بعد تلت ساعة من الغليان شوفوا كيف عندي غب المي. هلا بدي زود له كمان شوية مي شغلة صبعتين فوق العدس بس هيك. وبتركها كمان لشوف لحتى العدس يتنهنى عندي، مو العسل، العدس يتنهنى عندي. هلا بعد 10 دقايق ما حطينا المي يعني توتال نص ساعة عليها. شوفوا عندي مية العدس كيف عقدت. عدسي استوى بدون ما ادوقه. تمام هيك تمام. بيجوز ياخد معكم وقت اكتر، بيجوز ياخد وقت اقل. بالنسبة للي ما بده يطحن الشوربة، الخضرة هاي البصل والبطاطا والجزر يفرمها ناعم ويحطها جواتها تطلع تمام. هلا انا في البيت ما بطحنها، بس ولكن في المطعم نطحنها. وهلا كمان بدنا نطحنها. مطفينا غازنا طبعا وبدنا نطحنها مزبوط. هلا بعد ما طحنتها ايش بدنا نساوي؟ بدنا نصفيها. هلا على التصفاي بقى هيك مصفاي والامور تمام. طحناها بدنا نغليها غلوة، ولكن هاي سميكة عندي. هلا بدنا نزود لها شوية مي مغلية. هلا بزود لها هيك شوية مي. ايدي هون عن التحريك ما بوقف طول. ليش؟ مشان ما يلزق عندي بأرضية الطنجرة. بضل عم بحرك بس هيك قلبت لها قلبة خالصة تكون عندي الشوربة. هلا منقش هالزفرة وشوربتنا صارت جاهزة للسكب. شوف هاي السمكة يا مكوسة، شوربة رائعة جدا. اللي بيحب عصرة ليمون هيك خفيفة، وكمان رشة كمون ورشة فليفلة وشوية خبز مقلي. طبعا هذا خبز مني. واللي ما بدي يحط حمض وكمون وفليفلة وخبز بيحطهم على جنب يستطيع. هيك بنكون خلصنا. طبعا تاني يوم اذا بدي يزيد عنا شوربة عدس بدها تشد، بنحط لها شوية مي سخنة او مي باردة وبنشغل تحتها على الخفيف. واكيد كمان بتقدم جنبها البطاطا المهروسة. بطاطا مهروسة بكرة وبعد بكرة رايح نزلكم الفيديو تبعها. كلمة أخيرة، اطبخوا بفرح واستلذوا بأكلكم.